أنا واحدة في بين بيروت وطرابلس أدخل محل حلويات، وهذا مشهور المحل مرة مشهور. فالأخ اللي معي راح يشتري لنا هدية، فقلت له يا شيخ سالم ممكن أنزل معك؟ فنزلت معه. في يوم نزلت كانت بنت فتاة في عز شبابها وفيها من الجمال ما الله به عليم. أول ما شفتني شيخ سليمان أحبك ولا تعرف لبنانية، واستحيت أنا قدام الناس في المكان تقول لي أحبك أحب لك بالكلام اللبناني، لك خيي والله بحبك والله بموت عليك. أنا استحيت. تعرفون الأبيض إذا استحى يصير وجهه إيش؟ أحمر. أنا صار وجهي جلكسي. استحيت مرة وقدام الناس يا شيخ سالم تقول لي. العجيب إنها قالت بي يحبك ومي بتحبك والله بنحبك كثير، ممكن أعطيك هدية؟ قلت ما يخالف روحي، قلت ما يخالف أعطينا هدية. ما ترد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ولا ما يقبلها؟ يقبل. فدخلت جوا ورجعت بعد 10 دقائق جايبة صينية كلها حلويات.